مساء الفل والجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اهلا بيكم في مطبخي، مطبخ لوليتا شانيل. هنعمل مع بعض النهارده الوافل بطريقه حلوه جدا وسهله بالماكينه، هتعجبكم جدا وروعه قوي. هسيب لكم اللينك بتاعي، كنت عملته قبل كده، كنت عملت في قوالب السيليكون. هحط لكم اللينك برضو في صندوق الوصف. هنجيب الخلاط ونحط فيه بيضتين، وبعدين نحط فيه نص معلقه من الفانيليا، ونحط معلقه كبيره من السكر، وهنديهم ضربتين كده في الخلاط. تمام. وبعدين نزود على الخليط ده نص كوباية من الزيت. هنعمل الوافل بزيت وهيطلع حلو جدا. نص كوباية من الزيت كده هنفضيها على البيض والفانيليا والسكر. تمام. وهزود كمان كوباية وربع مية على حليب. كوباية وربع مية على حليب. تمام كده. ادي كده كوباية حليب على مية، وهرجع ازود كمان ربع حليب برضو على مية، واحطها برضو في الخلاط، وبعدين اديهم ضربتين كده مع بعض. يبقى كده مقاديرنا معانا سهله وبسيطه. المقادير بتاعتنا بيضتين، ونص معلقه من الفانيليا، ومعلقه كبيره من السكر، نص كوبايه من الزيت، وكوبايه وربع ميه على حليب، وكوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر وذره من الملح. كوبايتين دقيق عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر وذره من الملح. هحط بقى دقيق كده على الخليط بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط. هنزل كده بنص الخليط وارجع اضرب، وارجع انزل تاني شويه بشويه لحد ما الخليط بتاعي معايا يبقى خفيف خالص خالص، زي الكيكه، زي ما بتعملي كيكه او بان كيك بالظبط. يبقى الخليط بتاعك خفيف وما يبقاش تقيل، ويبقى حلو معاكي. تمام كده. انا ضربت نص الدقيق، وبرجع احط معلقه بمعلقه والخلاط شغال كده. لو عايزه تعملي المقادير دي في مضرب مفيش مشكله، لو عايزه كمان تضربها بايدك مفيش مشكله خالص. تمام كده. بعد ما ضربته بقى بالشكل ده وبالقوام الجميل ده، شايفين القوام بتاعنا؟ بجد طريقه تحفه جدا. هنسيب بقى الخليط ده على جنب، وهوريكم الماكينه بتاعتي، مكنه الوافل، وهتكلم عنها شويه، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. اللي انا هعمل فيها دي مكنه جانو السيف، ماركه السيف، ضمان سنتين. هي وافل 4 قطع، مش معاها اي قطعة تانية، يعني هي ماكينة وافل بس. بيكون في زيها كده، بس معاها مثلا قطعة السندوتشات وقطعة. ده انجليزي، وفي واحد كمان عربي برضو موجود فيه كل التعليمات، وبيقولك تعملي ايه وتسيبيه وقت قد ايه، ونغسله ازاي ونحافظ عليه ازاي. اهو انا فتحته لكم كده يعني تشوفوا اي حاجة منه. ده اول تجربة لسه بجربه. انا عملت الطريقة قبل كده، بس عملتها في القوالب السيليكون. فطبعا فطبعا القوالب السيليكون بتاخد وقت شوية. فقلت اجرب الماكينة، فطبعا ان شاء الله هتعجبكم وهتطلع حلوة جدا. فدي اول تجربة معاكم، وهقول لكم ان كان حلو ولا وحش. تمام. انا مش بدهن الجهاز بتاعي اي حاجة خالص. انا كده حطيته في الكهرباء خلاص. بس بمسح مكان كده، طبعا لانه لسه جديد، بمسحه كده بمنديل عادي جدا. منديل مش مبلول ولا فيه اي حاجة خالص. ماشي تمام. ومش بدهنه اي زيت خالص. دي ورقة الضمان بتاعتنا، ضمان سنتين، يعني لو حصل له اي حاجة بتروحي السيف. طبعا السيف موجود في كل مكان هنا في السعودية، بتروحي السيف ويصلحهولك، وهو ضمان سنتين. دي شهادة الضمان بتاعته. اول ما بشغله طبعا بيبقى على اللون الاحمر، وبعدين اما بيسخن النور بيتقلب للاخضر. انا هسخنه الاول خالص، لازم يكون سخن. وزي ما قلت لكم ما دهنتش الماكينه بتاعتي اي حاجه خالص. وبحط الوافل بالشكل ده، ونخلي بالنا ما نمليش الماكينه بتاعتنا قوي، علشان خاطر ما تنزلش من الجناب. تمام. عشان خاطر لما نحط كده الوافل مش يسيل مننا ويقع على الارض. مكتوب ان هو بيقعد حوالي من 3 دقايق ل4 دقايق، فده من 3 دقايق ل4 دقايق، فحسيته انه لسه عايز شوية. انا بمسح من الجناب اهو، لاني طبعا الخليط هنا كان زيادة شوية، وبرجع اقفل تاني لاني مش اللون ده اللي انا عايزاه. بقفل كمان شوية. فالمهم هو اخد معايا 5 دقايق. خلاص كده بعد ما خلص انا راضية بالشكل ده، حلو جدا. وكل ما انت عايزاه مقرمش اكتر بتسيبيه اكتر. هو 4 دقايق ل5 دقايق بالظبط بيبقى ممتاز.
انا بقى بقطعه بالسكينه بالشكل ده عادي جدا وسهله خالص وبسيط. شايفين الوافل بتاعنا يعني هش وجميل جدا، شايفين من جوه حلو قوي. تمام، بحط تاني بقى وبقفل برضو عليه وبرجع افتح 5 دقايق وبطلعه هكذا. تمام، انا ما بدهنش زيت خالص في الماكينه بتاعتي زي ما قلت لكم. انا هنا بشوفه لقيته خلاص تمام كده زي الفل، خلاص ببدأ اطلعه بقى. شايفين شكله يا جماله يا جماله. مش بياخد اي وقت خالص يعني، ما شاء الله 5 دقايق حلو جدا. قوالب السيليكون بقى بتقعد حوالي من تلت لنص ساعة، يعني بياخد منك وقت ومجهود وكده. لا ده ما شاء الله 5 دقايق وحلو جدا ما شاء الله. وفي وات اعلى كمان، يعني في 750 وفي 900 اللي هو ده، وفي 1200. فالواط اللي انت عايزاها دي. انا 900 بالنسبه لي حلو جدا لان هو على قد الوافل بس. انا بقى هزينه بشوكولاته بيضه وشوكولاته بالحليب. انت بقى ممكن تعمليه بس بالعسل بالمربى، ممكن تعملي حطي عليه عسل وتحطي عليه موز وفراوله ويبقى طعمه حلو جدا. ممكن تحطي كمان عليه ايس كريم. هعمله كمان معاكم بطرق كتير جدا جدا وبتزيين كتير، بس انا اكتفيت النهارده بالتزيين ده اللي هي الشوكولاته البيضه وشوكولاته المطبخ البيضه وشوكولاته الغامقه اللي هي الحليب. تمام، زي ما قلت لك مربى يمشي، عسل يمشي، يبقى حلو جدا كمان على الفطار. الولاد كمان بتحبه جدا. ممكن كمان تاكليه ساده لو مش حابه تزينيه، يعني هو بيبقى طعمه حلو جدا ومقرمش وجميل قوي. لو عايزاه طري طلعيه من الماكينه حطيه في كيس على طول. بس هو الميزه انه يتاكل مقرمش كده وجميل. اتمنى ان الفيديو يعجبكم والشكل كمان يعجبكم والطعم كمان يعجبكم، واتمنى انكم تجربوه. وهحط لكم اللينك بتاع المقادير بتاعتي بتاع القوالب السيليكون برضو في صندوق الوصف للي عايز يجرب. وهنا انا بقطعه معاكم عشان اوريكم كده شكله وجماله من جوه، بجد هش جدا جدا وطعمه حلو جدا. وكمان عاملينه بالزيت مش بالزبده كمان، يعني طريقته سهله وبسيطه. اتمنى انك تجربيها ان شاء الله. شايفين شكله وجماله. واتمنى بقى لو انتي اول مره بتشوفيني تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعليقاتك طبعا الحلوه جدا اللي دايما مشجعاني كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.